قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية اليمنية لارتكابه حادثة جنائية بالاعتداء على مقيم من الجنسية نفسها بسكب مادة حارقة عليه الأسيد وطعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته لخلاف بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته. معقولة وصلنا لهذا الدرجة يا أصل العرب؟ يعني احنا دخلنا الغربة علشان كل واحد يشقي على أهله وعلى أسرته. احنا معروفين اليمنيين ان احنا يعني كل واحد يحانك على صاحبه، كل واحد يحارش على صاحبه، كل واحد يدور الزلة على صاحبه علشان ينكعه من شغله، ينكعه من عمله. لكن توصل الجراءة وتوصل النذالة إلى أنك تقتل صاحبك أو شريكك أو أي واحد أنت شغال معه بسبب خلاف، بسبب فلوس. أي شكل فالله عليك، أي شكل فالله علينا. احنا معروفين ان احنا اليمنيين أرق قلوبا وألين أفئدة، إنما توصل بنا الحالة والجراءة إلى أن واحد يقتل صاحبه وهو نوم بأمان الله في داخل الغرفة أو داخل العزبة. والله حرام، والله حرام وقمة القهر. لا أن وصلنا إلى أن نوصل بنا الحال. المفروض أن احنا نكون بالغربة هذه يد واحدة ومتماسكين ومتآخيين وبيننا يعني عيش وملح. مش توصل بنا الجراءة إلى أن الواحد يقتل صاحبه هكذا بشربة ماء. الآن القضية بالجهات الأمنية وقد تم القبض على الأخ والقاتل ويأخذ جزاءه. يعني كان الخلاف بينهم قد ربما على فلوس أو على أي حاجة، كانت حاجة تافهة ما توصلش إن الأخ إنه يقتل أخوه ولا الصاحب يقتل صاحبه. الآن يجلس مرجوم بالسجن 50-20 سنة، علم الله كيف نهايته. كل واحد ينتبه على نفسه، وكل واحد دخل البلاد هذه يطلب الله ويطلب الله على أسرته وعلى أهله وعلى أولاده ويبني مستقبله. مش كل واحد يدور الزلة لصاحبه، كل واحد يدور كيف يتخلص من صاحبه. أشهد لله يا قد القضايا اللي بنسمعها على المغتربين إنها توجع القلب أكثر من القضايا اللي بتحصل في اليمن. يوم نسمع لك فلان قتل نفسه، يوم فلان شنق نفسه، يوم إيش فيه سلامات. الله يكون في عون كل مغترب، ونصيحة لكل واحد ينتبه على نفسه ويحافظ على صاحبه ويحافظ على مصدر رزقه، لأن البلاد هذه فيها نظام وفيها أمن وأمان وفيها قانون. يعني مجرد ما تعمل مشكلة ولا شيء يحصل بينك أنت وصاحبك، روح اشتكى فيه، روح اشتكى فيه، تضارب أنت وهو. أما أن تصل بك الحالة إلى أنك تدمر حياتك وتدمر مستقبلك ومستقبل أسرتك وجهالك، فهذا والله ظلم. تظلم نفسك وتظلم أسرتك وتظلم أهلك كلهم.